آخر ومن بوابة يتضح فيها التدافع الجماهيري. بالتأكيد قلنا من ليس لديه تذكرة سيكون من الصعوبة. الآن الصورة تتضح بشكل واضح بالنسبة لهذه الجماهير التي لا تمتلك تذكرة لهذه البوابة. قوات الأمن، نتحدث عن قوات الطوارئ، نتحدث عن الأمن من شركة أرامكو، كذلك بعض القوات الأمنية أجبرت هذه الجماهير إلى التحرك إلى البوابة المخصصة لها. الصورة بالتأكيد أبلغ بكثير من الحديث والوصف. الجميع يأتي من البوابة رقم 2 وهي البوابة الخارجية يمين الشاشة. وفي بالتأكيد منظر المواقف بالنسبة للسيارات. الجماهير تأتي، رجال الأمن والمنظمون مصرون على عملية أن تحصل هذه الجماهير على تذاكرها وتتجه إلى البوابات المخصصة لها. بالتأكيد الدخول مبكرا. هذه المناظر نتمنى إن شاء الله أن في القادم من الأيام تتغذى ثقافة المشجع، يعرف جيدا أن مقعده موجود ومن ثم إن شاء الله يكون متواجد. قلتها بالأمس وأقولها اليوم، لو كان هذا الملعب يتسع لأكثر من 200 ألف متفرج بالتأكيد كنا سنرى في مدينة جدة لهذا الاحتفال لهذا النهائي الكبير أكثر من هذا العدد. بالتأكيد اليوم 60 ألف لهذه الجماهير، ولكن نتمنى إن شاء الله أن تستمتع بالمباراة. أعود مجددا. بدر، تبغى تتكلم معي؟ طيب أعطيني التعليمات. ما عندك؟ طيب هذه الحشود بالتأكيد ستتجه إلى بوابتها المخصصة، البوابة رقم 3 و4 و5. هذه البوابات مخصصة لجماهير نادي الشباب، لذلك تتجه الجماهير إلى بواباتها المخصصة. جميل أن نلتزم بالنظام، أن نستمع إلى رجال الأمن، أن نعي جيدا أن هذه الأنظمة من أجل ومن مصلحة هذا المشجع للجلوس في مقعده للاستمتاع بالمباراة. بالتأكيد المنظر معكم على الهواء مباشرة في هذه الأجواء. أيضا على الجهة اليسرى من زاوية المصور هناك الجماهير تذهب إلى البوابة المخصصة لها بعد أن تم توجيهها من البوابة رقم 2 إلى البوابة رقم 3 لهذه الجماهير. أقول وأكرر، من ليس لديه تذكرة بالتأكيد لن يستطيع الحضور. سأعلق قليلا على المرافق الخاصة بالمشجع بعد تجاوز هذه البوابة. لعلنا كنا نقول فيما مضى أن المشجع متى ما وجد الإمكانيات، متى ما استطاع أن يتعامل مع الساعات الطويلة للانتظار سواء عن طريق الأكل أو أداء الصلاة أو حتى أيضا المرافق العامة هي موجودة في هذه المدينة اليوم. نحن في الجزء المخصص، الجزء رقم 2. هذه الجماهير الآن بدأت تدخل إلى المقاعد المخصصة لها. في هذا الجانب نتحدث عن ليفل 10 وأيضا ليفل 9 بالنسبة للمنشأة. هذا هو المصلى المخصص لهذه الجماهير، إضافة إلى المسجد الرئيس في هذه المدينة. أيضا في هذا الجانب هناك العديد من المطاعم ذات أو الجاهزة لهذه الحشود لهذه الجماهير في كل منطقة، في كل جزء، عن 1 عن 2 عن 3 عن 4 عن 5. هذه هي المنطقة المخصصة لتناول الأطعمة، كذلك للخدمات العامة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة. والآن الجماهير من هنا، طبعا التنظيم، رجال الأمن، الهلال الأحمر، الفرق التطوعية، كلها بالتأكيد إلى هنا يستطيع المشجع الجلوس في المقاعد المخصصة له. أنا بحاول أكمل إلى أن نلقى المقعد. طبعا هذا هو المقعد بالنسبة لهذه المقاعد. هذه المقاعد مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. العربة تقف بجانب الكرسي هذا مخصص للمرافق. هذه هي المقاعد المخصصة للمشجعين. اليوم تستخدم هذه الشاشات بالنسبة للمشجعين. أنا بختم معاكم واروح للرياض بعد ما ناخذ المقعد المخصص، هو الرقم 1 على 28 بي. هذا المقعد 1 ل 28 بي، يستطيع فيها الجلوس ومن ثم إن شاء الله متابعة
حفل الافتتاح والنهائي الكبير. ناصر الكلمة عندك، تفضل ناصر.